كله، وكنت بخليه يعرف لي كل كبيرة وصغيرة عنك. ما انت كده كده مش هتشك في حاجة، طفل بريء. ما هي الأطفال أحباب الله بقى. ايه اللي انت بتقوليه ده؟ انت ازاي كده؟ وازاي انت بالبشاعة الأخلاق دي؟ انت مستوعبة انت بتقولي لي ايه؟ ايوه انا مستوعبة، انا بقولك ايه، وده اللي عندي. نزلت من عندها وانا مصدومة، بس ادينا بنتعلم. كنت سجلت لها كل كلمة قالتها لي علشان خاطر اقدر اثبت براءتي، واني انا فعلا عمري ما كنت ست خاينة، وان هي الست الوحشة اللي خربت على حياة بنت ملحقتش انها تفرح، يا دوب ما بنبهاش غير انها تبقى بقالها شهر ونص بس متجوزة. المهم معايا التسجيل ده، وطبعا ما بقيتش عارفة انا المفروض اعمل ايه او حتى اتصرف ازاي. هل اواجه ولا ما اواجهش؟ اسكت ولا لا؟ اعمل ايه؟ انا حقيقي مش عارفة اتصرف ازاي او حتى اعمل ايه، والمفروض ان انا اقول لهم على الحقيقة ولا اسكت. وهل كده انا ممكن فعلا اخرب حياتها؟ بس هي خربت حياتي، وحقيقي انا خايفة ومش عارفة اعمل ايه. انا دلوقتي معايا دليل براءتي اللي هو يخليني اقدر احطه في عين اي حد واقول لهم ان انا بريئة، بس في نفس الوقت مترددة ومش عايزة اخرب حياتها، وان انا ابقى في الاخر خربت حياتها واتطلقت بسببي او ايا كان. ومش عارفة اعمل ايه، انا في حيرة كبيرة جدا. كل يوم بفكر، بس هي ظلمتني لما راحت قالت عني كل الكلام البشع ده، ظلمتني لما خلت جوزي يتهمني بالخيانة بالشكل ده، ظلمتني لما عملت فيا كل ده، وانا مش عارفة انا المفروض اعمل ايه. ارجوكم قولولي حل، وقولولي اتصرف ازاي واعمل ايه. دي المشكلة اللي جاتلي النهاردة من صاحبة المشكلة على رسائل الصفحة، وزي ما انتوا سمعتوا مشكلتها بالظبط. طبعا للأسف الناس نفوسها بقت صعبة جدا وبقت وحشة جدا، لدرجة انهم بقوا عايزين يأذوا اي حد، ومش فارق معاهم اي حاجة. مش فارق معاهم اذا كان اللي هيأذوهم ده هيتدمر او هيحصل فيه ايه، مش فارق معاهم ان هما بيخربوا حياة الناس. زي ما بيقولوا نفسي ثم نفسي. هما ليه بيفكروا بالطريقة دي؟ هيحصل ايه؟ بجد قولولي هيحصل ايه لو احنا كبشر كلنا حبينا الخير لبعض، نحب ان احنا لو لقينا فلانة مبسوطة نفرح لها علشان نلاقي اللي يفرح لنا في فرحتنا. هيحصل ايه لو لقينا فلانة جابت حاجة